سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. فيديو اليوم هو عباره عن عده اشياء اللي قمت بها هذه العشيه وقلت لي ما نشاركهاش معكم. فاول حاجه غادي نشاركها معكم هي المطبخ ديالي من بعد ما تناولنا وجبه الغداء. فكيف كتشوفوا انا خليته نظيف وما فيهش كاع الاواني، كلهم حيدتهم ورشتهم بلاصتهم. فهذه هي من بين الاشياء اللي كنبغي ننصحكم بها البنات، هو انكم دائما تخليو المطبخ ديالكم نظيف، فهذا كيعطيكم طاقه ايجابيه وما كيخليكمش تعكزوا على عده اشياء. فاول حاجه غادي ندير هذه العشيه هي انني غادي نحضر واحد البغرير اللي كيجي ساهل ولذيذ، وواخا تكوني مبتدئه وما عمرك صوبتي البغرير فهاد الطريقه ثقوا بيا فهي ناجحه من 100%. فهي هاد الطريقه اللي درت اول مره باش غادي نصاوب البغرير. ما نطولش عليكم. فبالنسبه للمقادير ديالو فانا استعملت هنايا 4 الكؤوس من الماء، وضفت عليهم كذلك 4 الكؤوس ديال السميده رقيقه، سكر الفانيلا. وهذا سكر الفانيلا كيبقى اختياري، يعني يمكن لكم تستغنوا عليه، ولكن كيعجبني انا في المذاق ديال البغرير، كيعطي واحد اللذه زوينه. وكذلك درت القليل من الملح وملعقه ديال الدقيق والخميره ديال العجينه. فغادي نطحن جميع المكونات مع بعضها حتى كتكونوا لي بعض الفقاعات، وغادي نعاود نوقف ونزيد عاوتاني الخميره الكيماويه ونكمل الطحن. فكيف كتشوفوا تكونوا لي بعض الفقاعات، فهذا كيدل على انه ناجح معكم. غادي نحطو على جنب يختمر، وفي هذه الاثناء غادي نبدا في تحضير المسمن. فبالنسبه للمسمن انا استعملت زلافه ونص ديال الدقيق العادي، ودرت نصف زلافه ديال السميده والخميره ديال العجينه والقليل من الملح. فغادي نعجنوه هو كذلك، وغادي نعجن العجينه ونحطها على جنب تختمر، وهانتوما معايا. وفي هذه الاثناء انا دزت هنايا للثلاجه كيف كتشوفوا معايا حالتها، وهذه مده ما نظمتهاش. فاول حاجه غادي ندير هي انني غادي نفرغ جميع هاد العناصر اللي فيها والخضروات وحتى داك الماء اللي كانوا فيها باش نبدا في التنظيف ديالها. وقبل ما نبدا فيهم غادي نحاول نستف هاد الخضر كلها في هاد المنظمات ديالهم. فكيف كتشوفوا معايا انا كنجمع هاد الفلفله في السلوفان باش كتبقى مزيانه وكيحافظ لي عليها وكتبقى مده طويله، يعني حتى الوقت اللي غنستعملها فيه. فكنمسحهم داك الندى ديال الماء ديال يعني داك الندى اللي كيكون فيهم من الثلاجه. فبالنسبه للطماطم غادي نفرش ليها هذاك ورق المطبخ ونمسحها مزيان ونستفها هناك، وغادي نغطيها من الفوق بالسلوفان حتى هي باش هكذا كتبقى ليا مزيانه. وكذلك النعناع حتى هو كنغسلو وكنخليه حتى كينشف مزيان، وكنجمعو بهذيك الطريقه في البلاستيك حتى هو كيبقى لي واحد المده طويله ملي كينشف. فبالنسبه للخضروات حتى هي كلهم من بعد ما نظفتهم وعقمتهم خليتهم درت لهم واحد البلاستيكات باش كيبقاو لي مده طويله. فغادي نرجع كل حاجه في بلاصتها ونقاد كل شيء وعاد ندوز للثلاجه. فكيف كتشوفوا معايا غادي نحاول نحيد كاع هذوك لي طابي اللي كنت دايره فيها، وكذلك غادي نحيد كاع داكشي اللي يقدر نحيدو كيتحيد غادي نحيدو باش نغسلو ونرجع لكم. وهنا بعد ما نظفت هاد العناصر ديال الثلاجه خليتهم ينشفوا، ومن بعض الاماكن راني دوزت عليهم حتى هما بالصابون وجافيل او الكلور. بالنسبه للتعقيم ديال الثلاجه غادي نمسحها بالخل وبواحد السيف، غادي نحاول نمسحها كامله مزيان وهانتوما معايا.
فبالنسبه لهاد الاماكن انا استعملت لهم هاد البغوص. اللي ما عندوش يمكن له يعوضها بالفرشه ديال الاسنان، فهي راه حتى هي كتقضي الغرض وعندها نفس النتيجه. كذلك هاد الثنيات اللي كيعمروا بداك الفتات. فبالنسبه للخارج ديال الثلاجه فانا كنمسحو بهاد السائل ديال الزاج اللي هو كيعطيها واحد اللمعه وكيخلي فيها واحد لابغيونس زوينه. فوالا هذا هو الشكل ديالها من برا. الصراحه فيها واحد اللمعه اللي زوينه. هذاك السائل كنصحكم به البنات تبقاو تمسحوا به ديما الثلاجه، صراحه زوين. فوالا والشكل ديالها من الداخل هو هذا. فانا داك الخل خلاها نظيفه وما فيها لا ريحه لا والو. غادي نبدا نرجع دابا كل حاجه لبلاصتها. فانا رجعت كل شيء لبلاصتو وكذلك المنظمات، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الثلاجه من بعد ما نظمتها. صراحه ما خداتش ليا بزاف ديال الوقت ولكن كانت النتيجه زوينه. بالنسبه لهنايا هاد البلاصه دايره فيها جميع العناصر ديال الحلوى، يعني من نكهات وملونات، يعني داكشي كامل اللي خاص بالحلوى فانا دايره هنايا. وكذلك حاطه هنايا هاد الفرماج والطون. بالنسبه للطبقه هاد الطبقه الثانيه فانا خليتها خاويه، حاطه فيها بعض العناصر اللي غنصور وخليتها خاويه، لان الا بقات لي شي حاجه ديال الماكله فكنديرها في شي طاسه وكنحطها تماك، او الا صايبت شي حاجه بارده، شي كيك بارد ولا شي حاجه فانا كنحطها في هاد البلاصه. فوالا هادو هما الخضروات. هنا دايره النعناع، وكذلك دايره هنايا التفاح، وهنايا داك الفلفله اللي شاركتها معكم. وفوالا هنا دايره الخيار وحاطه حدا مطيشه. فمطيشه فوالا انا درت لها داك السلوفان من فوق باش كتبقى حتى هي محافظه عليها، واخا كنستهلكها بزاف وما كتبقاش ليا مده طويله، ولكن هذه هي الطريقه اللي بغى يخليها مده طويله. فبالنسبه لهنا هذا المجر فانا دايره فيه شويه ديال الليمون، وكذلك هاد الخضره ديال الكسكسو اللي بقات ليا دايره القرعه واللفت كذلك وليشو، وهنايا دايره خيزو. فوالا هذا هو. هنا لتحت راني مفرشه واحد الطابيات باش ما يتوسخش ليا تما لتحت ويجيني سهل في التنظيف الا بغيت نظفو. فوالا كان هذا هو الشكل النهائي ديال الثلاجه من بعد ما شاركتها معكم. نتمنى ان يعجبكم هذا الشكل وتاخذوا منه افكار، ونرجعوا للبغرير والرغايف نشوفوهم راهم خمروا. فخليكم معايا. وهنا البنات غادي نبدا نطيب هذاك البغرير. وفوالا غادي تشوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش انه كيولي ناجح 100%. فوالا هانتوما كتشوفوا راه دغيا كيتثقب. غير هي النصيحه اللي غنقول لكم هنايا فاش غتحطوا البغرير فغادي تجهدوا عليه البوطه. اون فوا كيبدا يتثقب مزيان كيبان لك هذاك كاملين تثقبوا كتنقصوا عليه. هذه هي الطريقه. وملي كتسخن المقله بزاف كديروها في شويه الماء، يعني ماشي من هنايا في الوجه اللي كطيب، غديروها من الظهر ديالها غتخويو عليها شويه الماء بحال غير كتبردوها وكتعاودوا تخدموا بها. هذه هي الطريقه اللي كتعاون باش كيصدق معكم البغرير. غنستمر في انني نحضر جميع العناصر جميع البغرير اللي عندي ونرجع لكم. شوف هذا هو الشكل ديالو، فراه كيجي زوين وكيجي لذيذ. فخليكم مع الفيديو. وهنا من بعد ما ساليت البغرير غادي ندوز لهنايا المسمن. فكيف كتشوفوا راه العجينه ديالو طلقات ولات مزيانه بصراحه. غادي نقطعها لكويرات صغيره ونبدا نقرص فيها. فبالنسبه لي هنايا انا ما درتش كميه كبيره، فهاد الكميه فقط هي اللي غادي نحتاج في الكاسكروط، وبالتالي ما غاديش تاخذ ليا وقت كبير. فغادي نبدا نطيب بجوج بثلاثه يعني باش نسربي دغيا. فنخليكم معايا مع الطريقه ديال الرغايف ونرجع لكم. فانا هنايا كنقرصو كنرش عليه واحد شويه ديال السميده رقيقه وكنعاود نطويه ونرش عليه كذلك السميده. فهاد الطريقه هذه كتخليه يجي
ما كيجيش ميدم وكيجي شويه ناشف وكيجي بنين. فهذه هي الطريقه ديالي اللي كنستعمل في الرغايف. وهذه المساله كتبقى اختياريه، يعني كل واحد والطريقه ديالو. انا الطريقه هي اللي كنستعمل وكتخلي لي الرغايف ديالي كيجيو لي ناشفين، لان ما كنبغيوهمش مزيتين بزاف. فانا غادي نبدا نطيبهم، غادي نبدا نطيب بجوج بثلاثه، يعني بثلاثه الحبات، باش هكذا نسربي دغيا وما نتعطلش فيهم بزاف. فداكشي علاش حتى في الحجم ديالهم كنديرهم صغار، باش هكذا كنسربي دغيا، يعني ما كناخذش وقت طويل ونحضر الكوتي بسرعه. فوالا، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الرغايف والبغريه اللي حضرت معكم اليوم. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتكونوا خديتوا منه افكار. ما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم وتضغطوا على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.